الشخص اللي خدر حيان ما كان هدفه يأذيه، ويبدو انه هو نفسه فاعل الخير يلي خبرنا على المكان. مين هو هذا الشخص؟ منين بيعرف حيان والشي اللي صار معه؟ هذا السؤال ما حدا بيقدر يجاوبك عليه إلا حيان. لو بعرف مين بيكون هذا الشخص كنت رح اقتله بإيدي. احترام سيدي. تقرير الطبيب الشرعي. يعطيك العافية. احترام سيدي. سبب الوفاة تعاطي جرعة زائدة من المخدرات. ايمت فيني استلم الجثة؟ رح خلص كل الإجراءات اليوم لحتى تستلمها بكرة. سوزان، مهما كان السبب ما بيصير تحكي قدامها عن كمال بهي الطريقة، بكفيها اللي فيها. يعني انت كمان ملاحظ انه كمال مو سائل عنا ابدا ولا كأنه مرته؟ أكيد منتبه، بس ما بعرف شو صاير بيناتهم. لا كمال حكى ولا رهف، وأنا ما بدي أضغط عليها لأعرف. معناها ما لازم تنبهني إذا حكيت على شيء كتير واضح وأنت منتبه له. سوزان، رهف بنتي الوحيدة، يعني هي عين وأنت العين الثانية. مشان هيك ما بدي إياك تضايقيها بأي شيء، حتى لو ضلت طول العمر عنا. ماشي، مثل ما بدك. أنا بعتذر منكم، ما عاد أتدخل بأي شيء. أنا كنت مفكرة حالي إني عم نبهكم على شيء مو منتبهين عليه. آسفة. هذا الشيء مو غايب عني أبداً، وأنا واثق إنه بين كمال ورهف في مشاكل وكتير كبيرة، بس أنا عم بتجاهل الأمر حتى أي واحد فيهم يفتح الموضوع. طيب حبيبي، لا تزعل مني. أنا كل همي إنه أنت تكون مرتاح وخفف عنك قد ما بقدر. أنت واقفة جنبي بالشركة وما عم بتقصري، بس موضوع رهف وضع تاني. حاضر، تكرم عينك. المهم إنك تروق وما تزعل. حصل خير. وأنا هلأ رح أعمل لك أطيب فنجان قهوة مشان أتأكد إنه فعلاً مانك زعلان. يسلموا إيديك. رهف، ما بيصير هيك. انت لازم تتغذي حتى يعوض جسمك الشيء اللي فقده. مو ضروري يعوض. بعدك عم تفكري بكلام سوزان؟ لا. هلا انا ما بعرف، كأنه حسيت انه علاقتك بسوزان مو كتير منيحة. اسفة اني عم بتدخل بخصوصياتك، بس صدقيني انا حابة ريحك. معك دخان؟ بدك سيجارة؟ لعيونك، هلأ بروح بجيب لك باكيت دخان، بس بشرط بالأول لازم توعديني إنه تخلصي كاس العصير.
كنا مراقبين بكل خطوة عم نخطيها. لو كان كلامك صحيح كانوا قدروا يوصلوا لك بدل ما تصل لحيان. ما كانوا بدهم يكشفوا حالهم، كان بدهم الموضوع يمر من خلال الأمن. انت فشلت بالمهمة، فشلت. هذا كان حلمي الجميل اللي عم بحلم فيه، أما ضيعته. بس الضربة اللي تلقوها كبيرة كتير، ولسه الموضوع ما انتهى. اللعبة هلأ بلشت وعلى المكشوف. ادخل. كأنه أوضاع الشغل مو ماشي حالها بنوب بهالأيام، ما هيك؟ عفوا يا أغا، في شي نحن ما بنعرفه. نحن أمور شغلنا ماشي تمام. باعتبارك عم تشتغل ضمن دائرة ضيقة تعتقد إنه كل أمورك تمام، بس الواقع عكس هيك تماما. شغلنا كله مرتبط ببعضه، وأي اختراق في أي مكان هو فشل لشغلنا كله. ايه اللي بتأمر فيه يا آغا؟ نحن بننفذه. أوامرك يا أغا. الشحنة قرب تصل، والكلام اللي حكيناه واتفقنا عليه هو ما تغير شيء، إلا طرأ مستجد بسيط اللي هو إنه معتز هو اللي راح يشرف على العملية بشكل مباشر. اللي بتشوفه يا أغا. عفوا يا أغا، بس في موضوع حابب أقول لك عليه بخصوص مناقصة مترو الأنفاق. عم اسمعك. يعني بصراحة يا أغا، هاي المناقصة مهمة كتير، وأنا بحاجة لدعمكم بهذا الخصوص. على كل حال المناقصة لسه مطولة، ونحن بندرس الموضوع. بإمكانكم تصرفوا. معتز خليك. واتصل الشحنة، استخدم فريقنا الخاص. بس مو بكير يدخلوا اللعبة هلأ؟ هذا الحكي كان سابقا، أما هلأ وبعد ما فشلت حضرتك، المرحلة الجاية أي فشل فيها مرفوض. تفضل. اللي بتشوفه. حيان، اللي صار معك شيء كتير كبير، بس لازم انت تكون اكبر منه. لازم تتخلص من هذا الموضوع وتفكر بعقل الضابط اللي بيتعرض لأي شيء وبأي وقت. لا تشغل بالك سيدي، هذا الكلام اللي عم تقوله ما راح يرجع أخي أبدا. وكمان أي شيء بتعمله ما راح يرجع لك أخوك. خلينا ننزل. بعد إذنك سيدي، حابب كون لحالي. ما بدك هيك يكون معك بهذا الوقت؟ أي وقت بتحب سيدي، بس اليوم وضع خاص وحابب كون لحالي. ما راح أضغط عليك، بعرف بشو حاسس، بس بدي لك كلمة واحدة: اصبر، بس اصبر. تمام، عن إذنك. دير بالك على حالك.
الو. كيفك كمال؟ منيح؟ تمام. انت منيحه؟ ايه الحمد لله منيحة. كأنه في بيناتنا موعد اليوم ولا نسيان؟ لا مو نسيان، بس بدي اعتذر منك. صار في عندي ظرف وموضوع كتير مهم لازم اكون موجود فيه، ما فيني اجي. خير في شي؟ بخبرك بعدين. ماشي، باي. مع السلامه.